تعالى يا غالي اقول لك في اقل من دقيقه على كام معلومه غريبه وصادمه جدا عن مملكه الحيوان ما كنتش تعرفها قبل كده. تعرف يا غالي ان الحلزون يعتبر هو الكائن الوحيد في العالم كله اللي يقدر انه ينام حوالي 5 سنين من غير ما يصحى ابدا؟ طب كنت تعرف كمان ان القطه بتستخدم لسانها في علاج الجروح والالام من جسمها بكل سهوله زي الدكتور بالظبط؟ سبحان الله. والغريب في الموضوع بقى يا غالي ان الدولفين يعتبر هو الكائن الوحيد اللي عايش على كوكبنا بينام بعين واحده بس علشان ما يغرقش ويقدر انه يتنفس بسهوله. واكيد طبعا يا صديقي مش هتصدقني خالص لما اقول لك ان الحوت الازرق اللي هو يعتبر اكبر مخلوق في العالم حلقه ضيق جدا وما يكملش حوالي 25 سم، يعني ما يقدرش انه يبلع حتى انسان. سبحان الله. والجميل بقى يا باشا في الموضوع ان الفيل يعتبر واحد من الحيوانات اللي تقدر انها تكتشف الميه بسهوله من على بعد بيوصل لحوالي 4 كيلو متر، ولا اجدع مهندس موجود دلوقتي. واللي ممكن بقى حرفيا يصدمك يا غالي ان التعبان يقدر يلدغ حتى بعد قطع راسه بحوالي ساعتين اتنين، يعني لو شفته قدامك اوعى تفكر انك تقرب منه خالص. واجمل حاجه بقى يا صديقي في كل اللي انت سمعته ده ان افكرك بالصلاه على نبينا الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وناخد الصواب كلنا. سلام.